ده احنا رجعنا على الوحده الاولى جبر كلها. خلصنا الوحده الاولى جبر ورجعنا عليها كلها. وده يا جماعه تمام دلوقتي الوحده الاولى جبر تمام. تعالى نرجع على الهندسه عشان الهندسه كان في ناس مش حاضره معانا في الهندسه وفي ناس ناسيها هندسه تمام كده. فاحنا تعالى نراجع عليها بسرعه كده ونظبط تمام. لا ما بعد كده بعد كده خلي كتاب الحل معاك. عايز تكتب ماشي ما بتكتبش خلاص تمام. بس افهم بس اللي انا بقوله. يلا نراجع على الايه؟ الهندسه. اول درس في الهندسه كان المفاهيم الهندسيه. كان ايه؟ مفاهيم هندسيه. فاكر كنا واخدين 3 حاجات مهمين جدا. رقم 1 الايه؟ القطعه المستقيمه. احنا بنراجع مش بنشرح من الاول. الناس اللي مش عارفه او ما حضرتش معانا هندسه يا ريت تظبط معايا كده وتركز معايا. اتفقنا؟ اخذنا اول حاجه القطعه المستقيمه. رقم 2 اخذنا الشعاع. رقم 3 الخط المستقيم. وايه هي القطعه المستقيمه؟ القطعه المستقيمه بتبقى مجموعه من النقاط جنب بعض كده على استقامه واحده بس ليها نقطه بدايه ولها نقطه ايه؟ نهايه. يبقى القطعة المستقيمة مجموعة من النقاط بتمثل خط مستقيم على استقامة واحدة، تمام كده؟ لها نقطة إيه؟ بداية ولها نقطة نهاية، ويمكن قياس طولها. يبقى لها بداية ولها نهاية، ويمكن قياس طولها. دي الخلاصة بتاعت القطعة المستقيمة، تمام كده؟ طب يا مستر لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية، يعني مثلا لو هي بدايتها ألف وبدايتها ب أو بدايتها ب ونهايتها ألف عادي الاتنين واحد، بسميها إيه بقى؟ بقول له القطعة المستقيمة ألف ب، بكتب ألف ب وأحط عليها علامة قطعة إيه؟ مستقيمة. يبقى أنا كده دي اسمها إيه؟ القطعة المستقيمة ألف ب. اتفقنا؟ يبقى القطعة المستقيمة لها إيه؟ نقطة بداية ولها نقطة نهاية. تمام؟ تعالى ناخد اللي بعدها. الشعاع. ايه هو الشعاع؟ هي قطعة مستقيمة بالظبط، تمام كده؟ لا نقطة ايه؟ بداية ولا نقطة نهاية؟ مثلا دي كده قطعة مستقيمة. الشعاع بقى يا عم معاذ بيبقى ليه بداية بس ملهوش نهاية. ليه بداية بس ملهوش نهاية، يعني مثلا بدأ بنقطة ألف وعدى على الب وفضل ماشي ومكمل. يبقى الشعاع هي قطعة مستقيمة أو هو قطعة مستقيمة بس المرة دي ايه؟ ليه بداية بس ملوش ايه؟ نهاية. أو هو قطعة مستقيمة امتدت من أحد طرفيها بلا حدود. يبقى الشعاع عامل زي القطعة المستقيمة بالظبط بس ايه اللي حصل لها؟ امتدت من أحد طرفيها بلا حدود، سواء من الطرف ده أو من الطرف ده بس مش من الطرفين. يبقى الشعاع هو قطعة مستقيمة بس ايه اللي حصل لها؟ امتدت من احد، اهم حاجه كلمه احد دي، من احد طرفيها بلا حدود. يبقى تاني كده الشعاع كان قطعه مستقيمه وبعد كده امتدت من احد طرفيها بلا حدود. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طبعا ما ينفعش اقيس طوله، اي حاجه ماشيه الى ما لا نهايه ما ينفعش اقيس ايه؟ طولها. اتفقنا؟ طب الشعاع له نقطه بدايه وليس له نقطه نهايه. يبقى قول لي كده يا عبد الرحمن القطعه المستقيمه لها ايه ولا ايه؟ هل يمكن قياس طولها؟ يمكن قياس طولها لان انا عايز اولها واخرها. طب قول يا سيد الشعاع هو قطعه مستقيمه امتدت ايه؟ بلا حدود، لها نقطه بدايه وليس له نقطه نهايه. يبقى الشعاع له نقطة بداية وليس له نهاية ولا يمكن قياس طول. اتفقنا؟ طب بكتبه ازاي يا مستر؟ بعمل علامة شعاع وبكتب ألف ب مثلا اللي هو اسمه ألف ب، يبقى كده اسمه إيه؟ الشعاع ألف ب. يبقى كده يا ليلى اسمه إيه؟ الشعاع ألف ب. اتفقنا يا إخوان؟ تمام. طب نيجي للخط المستقيم. الخط المستقيم كان قطعة مستقيمة بس ايه اللي حصل لها؟ امتدت من الطرف ده وامتدت من الطرف ده، يعني امتدت من طرفيها بلا حدود. يبقى الخط المستقيم هو
قطعة مستقيمة امتدت من طرفيها، مش من أحد، لا ده منين؟ من طرفيها، يعني من الاثنين بلا حدود. ليس له بداية ولا ليس له ممتاز، تمام كده؟ بس خد بالك عشان الشعاع امتدت من ايه؟ من أحد. إنما الخط المستقيم امتدت منين؟ من طرفيها. يبقى ولا ليه بداية ولا ليه نهاية، يبقى ليس له بداية، ليس له بداية وليس له ايه؟ نهاية. اتفقنا؟ فاهم مشكلة في الكلام ده؟ تمام. يبقى ده كده الخط المستقيم. طب لو انا عايز اكتبها مستر، بكتب المستقيم مثلا لو هنا أ وب، بكتب المستقيم أ ب. فاهم مشكلة في الكلام ده؟ ها؟ سهل الكلام ولا صعب؟ سهل يا مستر. يبقى احنا كده مفهمين عند الهندسية، عندي القطعة المستقيمة، عندي الشعاع، عندي الخط المستقيم. نيجي بعد كده ناخد حاجة اسمها الزاوية رقم 4. قبل ما ناخدها عشان لو جالك سؤال زي ده، مين أكبر القطعة المستقيمة ولا الشعاع ولا المستقيم؟ المستقيم أكبر. دايما القطعة المستقيمة جزء من الشعاع، جزء من الخط المستقيم، ده علامة جزئية. القطعة المستقيمة جزء من الشعاع، جزء من الايه؟ من المستقيم. اتفقنا؟ نيجي رقم 4 ناخد الايه؟ الزاوية. وايه هي الزاوية؟ بص معايا. الزاوية تعرفها هي اتحاد شعاعين، هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني انا الزاوية عندي هنا شعاع اهو طالع كده، وعندي شعاع تاني طالع كده، بس الاثنين طالعين من نفس نقطة الايه؟ البداية. يعني الشعاع الاولاني وليكن كان اسمه ايه؟ أ ب، والشعاع الثاني كان اسمه ايه؟ أ ج. أ ايه؟ ج. يبقى دول كام شعاع؟ شعاعين طالعين يا ياسين من نفس نقطة البداية، دول كده كونوا زاوية. الزاوية دايما بتبقى عاملة زي المقص. ادي شعاع وادي شعاع، الاثنين طالعين من نفس نقطة البداية، الزاوية بتبقى عاملة زي المقص. اتفقنا؟ فين بقى الزاوية؟ بتبقى الحتة اللي جوه. شايف المقص بيقفل على ايه؟ هو ده المقص كده عندي. يبقى دي الزاوية، الحتة اللي جوه هي دي الايه؟ الزاوية. اتفقنا؟ يبقى الزاوية هي اتحاد شعاعين لما نفس نقطة البداية. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ تعال نشوف نقرا الزاوية ازاي. يبقى هنا فين يا مستر الزاوية؟ الزاوية هي الحتة اللي جوه دي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اللي هي زاوية مين؟ الألف. تعال نقرا الزاوية دي. الزاوية ممكن تقراها بثلاث حاجات. الزاوية ممكن تقراها بثلاث حاجات. يعني واحد ممكن يقول لي يا مستر هنا كده دي الحتة اللي بالأحمر اسمها زاوية إيه؟ ألف. أهم حاجة قراية الزاوية. لو ما عرفتش تقرا الزاوية مش هتعرف تحل. لأن لما بيجي يسألك بيقول لك قوة قياس زاوية كذا. طب لو أنت مش عارف الزاوية دي هي إيه مش هتعرف تحلها يا ياسين. ركز معايا ما تكتبش. لو انا عايز اجيب الزاويه اللي بالاحمر اللي جوه دي يا ياسين اسمها ايه؟ زاويه ألف. زاويه ممكن اعملها بعلامه 8 كده، تمام؟ او ممكن واحد يقول لي ايه؟ دي كده يا مستر اسمها زاويه ألف. ممكن واحد يعملها قبلها كده. يعني واحد يقول لي كده زاويه ألف. بس احنا هنخليها كده على طول، علامه ال8 اللي فوق دي. يبقى دي كده اسمها زاويه ايه؟ ألف. فاهم مشكله في الكلام ده؟ قول يا محمود. ممكن نقراها بزاوية ثانية ممكن نجيب بيت ألف. لا ما دي ألف، ده ألف في النص. بص معايا يا محمود. يبقى انا ممكن اقول له دي زاويه ايه؟ ألف. اللي هي المقص اهو دي زاويه ايه؟ ألف. لو انت عايز تقراها بحاجه ثانيه بتقراها ازاي؟ بص كده معايا. لو عايز تقراها بثلاث نقط بتمشي اللي على الطرف وبعدين اللي في النص وبعدين اللي على الطرف. 1 2 3 او العكس 1 2 3. شايف المقص اهو بتمشي ايه؟ ج أ ب او ب أ ج. لازم الزاوية اللي أنت عايزها تكون فين؟ في النص، هي اللي تكون جوه. تمام ولا مش تمام؟ يبقى الزاوية دي اسمها زاوية إيه؟ ألف أو زاوية ب أ ج أو زاوية ج أ ب. يبقى الزاوية اللي جوه دي اسمها إيه يا محمد؟ ب أ ج أو ج أ ب. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يبقى دي اسمها زاوية ألف أو زاوية ب أ ج أو زاوية ج أ ب. يلا هكتب لك زاوية وعايز حد يقراها بثلاث نقط أو بنقطة أو العكس. اقرا لي بثلاث حاجات. س ص عايز الزاوية اللي جوه دي اقراها لي بثلاث
حاجات. هتقول لي زاوية ايه أو زاوية ايه أو زاوية ايه. كده نتيجة كله هيقول زاوية صاد. تمام؟ أهي يا مستر لأن ده عامل مقص أهو. صح ولا مش صح؟ يبقى زاوية صاد أو زاوية ايه؟ أو عين صاد س أو زاوية ايه؟ أو زاوية س صاد عين. أهم حاجة عندي الزاوية دي كويس. لو ما عرفتش تقرا الزاوية مش هتعرف تحل. لو ما عرفتش تقرا الزاوية مش هتعرف تحل، اتفقنا؟ أهم حاجة عندي مين؟ الزاوية. تمام. اتفقنا يا مستر وعرفنا الزاوية نقراها ازاي؟ طب تعالى كله يكتبها عنده دي كده ونشوف هتعملها ازاي. لام ميم نون. خلاص يا معلم. عايز الزاوية اللي جوه دي، يلا اقرا لي ب3 حاجات. زاوية ايه دي؟ ممكن اقراها بايه؟ زاوية ميم. زاوية ايه؟ ميم. وليه داش؟ ممكن اقراها بايه تاني؟ نون ميم لام. ممتازة. نون ميم لام. وليه ناردين؟ لام ميم نون. برافو عليك. صح الكلام كده؟ تمام. نيجي ناخد بعد كده ايه؟ انواع الزاوية. ناخد ايه؟ انواع الزاوية. عندي كام نوع اخدناهم قبل كده ونقول تفاصيلهم؟ 6 انواع ممتازين. رقم 1 الزاوية الصفرية. رقم 2 الزاوية الحادة. رقم 3 الزاوية القائمة. ممتازين. رقم 4 الزاوية المنفرجة. رقم 5 ممتاز يا معاذ الزاوية المستقيمة. رقم 6 الزاوية ايه؟ المنعكسة. تعال نشوف بقى ايه الزاوية الصفرية وايه الزاوية الحادة وايه الزاوية القائمة وايه المنفرجة وايه المستقيمة وايه المنعكسة. بص كده معايا. مش احنا قلنا الزاوية بتبقى عاملة زي المقص؟ تمام كده؟ اتحاد شعاعين لو مع نفس نقطة الايه؟ البداية. ادي المقص اهو. تعال نشوف المقص ده كده يا فرح. المقص ده ماله؟ مقفول اهو صح؟ هل في زاوية جوه؟ ده مقفول يا مستر خالص. يبقى الزاوية دي كام؟ صفر. فاسمها زاوية ايه؟ صفرية. يبقى الزاوية الصفرية قياسها كام؟ صفر. عامة أنا لما باجي أقرأ الزاوية بتتقاس بالدرجات والدقايق والثواني. بتتقاس بالإيه؟ بالدرجات والدقايق والثواني. يعني ممكن تلاقي زاوية قياسها 30 درجة بس. ممكن تلاقي زاوية قياسها 30 درجة و15 دقيقة. ممكن تلاقي زاوية 30 درجة و15 دقيقة و20 ثانية. وزي ما احنا عارفين ان الدرجة فيها كام دقيقة؟ 60 دقيقة. والدقيقة فيها كام ثانية؟ 60 ثانية. يعني ال 60 ثانية يدوك دقيقة. وال 60 دقيقة يدوني كام؟ درجة. وهنشوف الكلام ده حالا واحنا بنحل. كله بيركز معايا وبيفهم بس الأول وبعد كده بقى صور اللي أنت عايزه. افهم وبعد كده بقى صور اللي أنت عايزه. يا شباب وأنت بتنقلي مش تفهمي اللي أنا بقوله. يعني يبقى أنت ما عملتيش حاجة. اتفقنا؟ ركزي معايا بقى عشان تجاوب. ماشي انت معايا؟ ركزي معايا. يلا معايا انواع الزاويه. يبقى المقص اهو وهو مقفول كده. يعني بكام دي كده يا منى وهو مقفول؟ يبقى الزاويه كام؟ بصفر. يبقى قياسها كام؟ صفر. يبقى اسمها الزاويه ايه؟ صفريه. يبقى الزاويه الصفريه قياسها بيساوي كام؟ صفر. يبقى الزاويه الصفريه قياسها بيساوي كام؟ صفر درجه. بتلاقي الشعاع الاولاني جاي كده والشعاع الثاني ماله؟ عليه مقفول كده. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا يا مستر. طب اول ما الزاويه تبدا تفتح يبقى اسمها زاويه ايه؟ حاده. يعني مثلا فتحته بقت 1 2 5 10 20 30 70 80 كل ده زاويه ايه؟ حاده لحد قبل ال90. لحد قبل ال90. يعني الزاويه الاول كانت زاويه ايه؟ صفر. هي صفريه. بدأت تفتح بقى الزاوية اسمها ايه؟ حادة. حادة يا خديجة. حادة 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 لحد ما تبقى قائمة. القائمة اللي هي 90 درجة. يبقى الزاوية الحادة بين الصفر وبين ال90. أي زاوية بين الصفر وال90 بيبقى اسمها زاوية ايه؟ حادة. زي 30 50 80 89 70
1 2 10 كل ده اسمها زاويه ايه؟ حاده. يبقى الزاويه الحاده اكبر من الكام واقل من كام؟ الزاويه الحاده اكبر من الصفر واقل من ال 90. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يا مستر طب لو بقت 90 بالظبط تبقى زاويه قائمه. يبقى تاني الزاويه دي زاويه ايه؟ صفريه. ها؟ حاده يا حبيبه، حاده قائمه اللي هي 90 بالظبط. اول ما تبقى 90 بالظبط يبقى قائمه. يبقى الزاويه القائمه قياسها بيساوي 90 درجه بالظبط، ولا اقل ولا ازيد. 90 درجه بالظبط. بتبقى عامله كده، تلاقي شعاع جاي كده وشعاع جاي عليه كده زي الارض والعمود. بتبقى الزاويه دي 90 درجه. دايما بيعمل لك علامه مربع كده متظلل، يعني الزاويه دي بكام درجه؟ 90 درجه. 90 درجه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ بتلاقي الشعاع ده والشعاع ده اسمهم متعامدان. اسمهم ايه؟ متعامدان يعني زي الارض والعمود. يعني الزاويه دي بكام درجه؟ 90 درجه. يبقى تاني كده يا بتاع الزاويه دي زاويه ايه؟ صفريه. ها؟ حاده قائمه. اول ما تعدي بقى 90 يعني 90 واي حاجه حتى لو 90 وثانيه تبقى اسمها زاويه منفرجه. المنفرجه بقى اكبر من ال 90 واقل من 180. يعني 90 دي قائمه. طب 91 منفرجه لحد ما يبقوا عاملين قدام بعض كده مستقيمه. ساعتها قول لحد ما تبقى مستقيمه اللي هي 180 درجه. يبقى الزاويه المنفرجه اكبر من الكام؟ يبقى الزاويه المنفرجه اكبر من ال 90 واقل من 180. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يبقى الزاويه المنفرجه اكبر من الكام واقل من كام؟ لان لو بقت 180 هتبقى اسمها زاويه ايه؟ مستقيمه. لو بقت 180 هتبقى اسمها زاويه ايه؟ بتلاقي شعاع ماشي كده وشعاع ماشي كده بس على استقامه واحده، الاثنين على نفس الاستقامه. اتفقنا؟ يبقى الزاويه المستقيمه قياسها كام درجه بالظبط؟ 180 درجه، ولا اكتر ولا اقل. يبقى الزاويه المستقيمه يا محمد قياسها كام؟ 180 درجه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ بيبقى شكلها عامل ازاي يا ليلى؟ تلاقي شعاع ماشي كده وشعاع ماشي كده بس على ايه؟ على استقامه واحده. على استقامه واحده. يبقى كلمه على استقامه واحده بتاعت ال 180، انما كلمه متعامدان بتاعت الكام؟ ال 90. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ متعامدان بتاعت ال 90 على استقامه واحده بتاعت ال 180. اتفقنا؟ يبقى الزاويه يا ليلى من الاول كده بادئه بزاويه ايه؟ صفريه. ها؟ حاده منفرجه مستقيمه. طب اول ما تتكسر كده بيبقى اسمها زاويه منعكسه يعني عدت ال 180 بس اخرها في الانعكاس كام؟ 360 لان اللفه كلها ب 360. تمام؟ يبقى الزاويه المنعكسه قياسها ماله؟ ها؟ اكبر من 180 واقل من 360. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. دول انواع الزوايا. هقوم كذا حد حالا اسال كده على انواع الزوايا وانت تقول لي نوعها ايه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ قول يا اسهام زاويه قياسها 30 درجه نوعها ايه؟ حد ممتازه. قول يا ياسر زاويه قياسها 10 درجات. بص قول زاويه قياسها 10 درجات. حد القائمه دي 90. تمام كده ولا مش تمام؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. خد الشكل ده برضه كده عشان يبقى معاك اهو. بص على الشكل وتفهم برضه منه. بص كده الشكل اللي انا هرسمه لك ده. بص معايا. طبعا احنا بنبدا الزاويه من ايه؟ من الصفر. الصفر دي يعني اسمها ايه؟ صفريه. تمام ولا مش تمام؟ بعد كده ال 90. ال 90 دي يعني ايه؟ يعني قائمه. صح ولا مش صح؟ بعد كده ال 180. 180 دي يعني ايه؟ يعني مستقيمه يا ابني. 180 يعني مستقيمه. اي زاويه بين الصفر وال90 بيبقى اسمها زاويه ايه؟ حادة. اي زاويه بين الصفر وال90 اسمها زاويه حادة. طب اي زاويه بين ال90 وال180 بيبقى اسمها زاويه ايه؟ منفرجه.
طب اي زاويه بعد ال 180 بيبقى اسمها زاويه ايه؟ منعكس. لما انا سالتك يا ياسر حالا قلت لك زاويه ب 10 درجات، هل الصفر وادي ال 90 مش ال 10 دي ما بين الصفر وال 90 يبقى زاويه ايه؟ حاده. اتفقنا؟ قول يا رفعت زاويه قياسها 90 درجه نوعها ايه؟ قائمه. قول يا معاذ زاويه قياسها 120 درجه منفرجه. قول يا محمد زاويه قياسها 180 درجه. زاويه قياسها 190 درجه منعكسه. زاويه قياسها 30 درجه حتى. ممتاز. في اي مشكله في الكلام ده؟ سهل الكلام ولا صعب؟ طب بص كده سؤال للناس اللي بتفهم. زاويه قياسها 89 درجه نوعها ايه؟ انا مستني حتى صح؟ طب 89 درجه و59 دقيقه حتى برضه. ما ال 59 دول ما تعملش حاجه. من اول ال 60 تعمل. يعني انا لو قلت لك 59 درجه و60 دقيقه، هي الدقيقه ال 60 دقيقه يعملوا كام درجه؟ الدقيقه على 89 يا عمران يبقوا 90 و90 دي زاويه ايه؟ قائمه. يبقى دي كده اسمها زاويه ايه؟ قائمه. اتفقنا؟ طب الناس اللي بتفهم 89 درجه و59 دقيقه دي لحد دلوقتي كده ايه؟ حاده. و60 ثانيه. ال 60 ثانيه هيدوني دقيقه. الدقيقة هتحط على 59 تبقى 60 وال 60 دقيقة يدوني درجة تتحط على 89 تبقى 90 يبقى زاوية ايه؟ قائمة. طب سؤال للناس اللي بتفهم 89 درجة و59 دقيقة لا خليها بقى كام؟ 61 دقيقة. الزاوية دي زاوية نوعها منفرجة. ممتازين. ليه بقى؟ يا مستر عشان ال 61 دي عبارة عن 1 وكمان 60 صح ولا صح؟ أنا هاخد 60 بس أحطهم على 89 فبقت 90 لأن ال 60 دقيقة بدرجة. يبقى أنا كده معايا 90 درجة بس لسه معايا كام دقيقة؟ دقيقة كمان. أدام عديت ال 90 ولو بحاجة بسيطة يبقى الزاوية إيه؟ منفرجة. في أي مشكلة في الكلام ده؟ سهل الكلام ولا صعب؟ ده كده أنواع الزوايا والحاجة قدامك أهي. صور يلا صورة كده لأنواع الزوايا عشان لما نيجي نمسح. يلا صوروا حاجة عشان تنزليها. يلا بسرعة كده. صوري بالموبايل عشان تنزلي الصور في الجروب. الصور دي هتنزل في الجروب. أنت كنت كاتب قبل كده براحتك. الصور هنزلها لكم في الجروب. يلا يا مريم هنا يا مريم. ماشي. يلا معايا يلا معايا. هناخد بقى حاجه اسمها الزاويتان المتجاورتان. زاويتين جيران مع بعض. ايه هما الزاويتان؟ مش عايز كلام بعد اذنكم. ايه هما الزاويتان المتجاورتان؟ يعني يا مستر انا دلوقتي عندي زاويه باللون الاسود اهي. ده الف دي ب دي ج. طبعا احنا قلنا الزاويه دي اسمها زاويه ايه؟ ب او زاويه ا ب ج او زاويه ج ب ا. وانا عامل لي زاويه جنبها باللون الاحمر يا ريال. عامل لي كده زاويه ايه؟ د. ادي الزاويه باللون الاحمر. حد يعرف يقول لي الزاويه اللي بالاحمر دي اسمها ايه؟ ها قول يا سيد. لا ما اسمهاش ب. خد بالك من حاجه. الزاويه لما تقف لوحدها كده ممكن تقول لي اسمها ب عادي. انما الزاويه لما تكون في حاجه جنبها لازم تحدد لي بثلاث نقط. لازم تحدد بثلاث نقط. يعني استنى بس كده. الب في ب بالسوداء وفي ب بالاحمر اهو. يبقى لازم تحدد بايه؟ بثلاث نقط. او انا بحدد الاسود دلوقتي ينفع اقول ب بس؟ هقول له ا ب ج. شايف المقص؟ بص كده معايا. المقص بتاع ايدك اهو كده الزاويه. اقف كده بقى على الاسود. واحده واحده كده. اقف على الاسود اهو. بص كده معايا على الاسود. ا ب ج او ج ب ا.
يبقى ألف ب ج أو ج ب. طب أنا عايز أقرا الزاوية اللي بالأحمر، ها ج ب د أو د ب ج. لو ما عرفتش تقرا الزاوية مش هتعرف تحل في أي حاجة في الهندسة. من الآخر كده قول يا سندي الزاوية اللي بالأسود اقراها لي. مفيش ب دي خالص، مفيش ب خالص. الزاوية بره ب3 نقط. خلاص يا سندي بعد إذنك كده قولي يلا يا تقع. ج ب ألف أو ألف ب ج. قولي يا سندي الزاوية اللي بالأحمر. ج داش ب. لا بص كده معايا، شايفة المقص؟ ما ينفعش انط من هنا على هنا على طول، لازم امشي بالترتيب ده كده او كده. 1 2 3 او 1 2 3. ها؟ يبقى داش ب ج او ج ب بس. حلو كده. اتفقنا؟ فحد ملقلق في الكلام ده قول يا شنان الزاوية الاسود اقريها كده. ألف ب ج أو. ب ممتازة. الزاوية اللي بالاحمر. اللي بالاحمر. قوليها تاني بس ما تلخبطيش، هي 3 رموز، يلا قولي الاحمر. او بس كده. اتفقنا؟ لو عندك مشكلة مش هتعرف تحل في الكلام ده، لازم تبقى تعرف تقرا الزاوية يا ريتاش. تعمل ايه يا ريتاش؟ يلا معايا. ايه بقى هما الزاويتين متجاورتين؟ بيبقوا زاويتين جيران مع بعض ومشتركين في نفس الرأس. ومشتركين في ضلع مشترك ما بينهم. زاويتين مشتركين في نفس الرأس وفي نفس الضلع. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ تمام كده؟ عشان كده يا سيد ما ينفعش اقول له زاوية ب وخلاص. ده في زاوية تحت وفي زاوية فوق. ماشي يا عمران؟ يبقى الزاوية اللي بالاسود يا رفعت اسمها ايه؟ أو ممتاز. واللي بالاحمر أو. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ دول الزاويتين الايه؟ المتجاورتان. نيجي بعد كده على زاويتين مهمين جدا جدا جدا، الاسئله بتاعت الامتحانات كلها عليها. ايه هما يا اياد؟ ها؟ ممتاز. الزاويتان المتتامتان. مش عايز تعمل سنة. الزاويتان المتتامتان والزاويتان المتكاملتان. يعني ايه يا مستر زاويتين متتامتين؟ يعني زاويتين مجموعهم 90 درجة. يعني ايه زاويتين متتامتين؟ يعني زاويتان مجموعهما 90 درجة. يعني انا عندي زاويتين اهم، لازم الزاويتين دول يكون مجموعهم كام؟ 90 درجة. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يعني يا مستر لو دي ب70 دي هتكون بكام؟ ب20. بطرح من ال90 على طول. اتفقنا؟ بطرح من الكام؟ يبقى انت جبتها ازاي؟ قلت 90 ناقص ال70 فادت لك كام؟ يبقى انا يا مستر اول ما اسمع كلمة متتامتين يبقى بطرح من كام؟ 90. يبقى 90 ناقص الزاوية اللي هيديها لك. 90 ناقص الزاوية اللي هيديها لك. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. طب خد السؤال ده. إذا كانت أ وب متتامتان، زاوية أ وب مالهم؟ متتامتان. وكانت قياس زاوية الألف القصد دي عن قياس زاوية الألف بيساوي 50 درجة، فإن قياس زاوية الب هيساوي كام؟ قول قول 40. اشمعنى يا عمران 40؟ عشان قلت له 90 ناقص 50 ادتني كام؟ أول ما أسمع كلمة متتامتين أو كلمة تتمم، متتامتين أو كلمة إيه؟ تتمم، أطرح من كام؟ من 90. طب بص بقى كده مين هيجاوب على دي؟ إذا عارف أنت السؤال طبعا يا ياسين. إذا كانت أ وب زاويتان متتامتان، يعني مجموعهم كام؟ 90 متساويتان في القياس. فإن قياس كل ملهمة بكام؟ مش هم ممتازين 100 100 يا خليل. مش هم متتمتين يعني مجموعهم 90 اقسم على الاثنين يبقى كل واحدة فيهم بكام؟ ب45 درجة. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. طب نيجي للمتكاملتان، هما زاويتان مجموعهم كام درجة؟ 180 درجة. يبقى زاويتان مجموعهما
180 ايه؟ درجة. يعني يا مستر دي زائد دي تطلع ب 180. يا مستر لو دي ب 60 يبقى الثانية بكام؟ 120 يا ليلى ممتازة. جبتيها ازاي؟ قلت لي 180 ناقص 60 ب 120. يبقى انا يا محمد اول ما اسمع كلمة متكاملتان اقوم قايل له ايه؟ 180 ناقص متتمتين 90 ناقص متكاملتين 180 ناقص. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ كلمة متكاملتين أو كلمة تكمل. يلا عندي زاوية ألف وزاوية ب متكاملتان، وكانت قياس زاوية الألف بتساوي 50 درجة، فإن قياس زاوية الب هتساوي كام؟ اللي عارف يقول كام؟ ممتازة يا بنتاج. اشمعنى؟ يا مستر متكاملتين هقول له 180 ايه؟ ناقص 180 ناقص 50 يديني كام؟ طب يلا سؤال زي التاني. بيقول لك ألف وب زاويتان متكاملتان متساويتان في القياس، فإن قياس كل منهما بكام؟ أول ما يقول لك متساويتين دي يبقى أنت تقسم على 2 يبقى كام؟ يبقى أنا 180 متكاملتين هقسم على الاثنين يبقى كل واحدة فيهم بكام درجة؟ ب 90 درجة. في أي مشكلة في الكلام ده؟ يبقى خدنا الزاويتين المتكاملتين مجموعهم 90، دول المتكاملتين مجموعهم 100. أول ما أشوف دي هطرح من 90، أول ما أشوف دي هطرح من كام؟ 180. الحصة الجاية إن شاء الله هنحل بقى المسائل بتاعتها. ماشي يا مستر. هنحل المسائل بتاعتها تمام كده. الهندسة في الأول كله بقى يصور قدام. ولو دخل وقت وقال معايا بعد كده جاوبت على اللي انتوا عايزينه. ماشي؟ النهارده ان شاء الله مع بعض هنحل المسائل بتاعت ما بين الهندسه رسومات. دي اساسيه في اي امتحان، تمام؟ كل المسائل دي مهمه، ركز معايا عشان تعرف تحلها وتعرف تحلها ازاي. ماشي؟ قبل ما ادخل في المسائل هنراجع على حاجتين مهمين ما اخدناهم الحصتين اللي فاتوا. اول حاجه الزاويتان المتتامتان. الزاويتان الاكس المتتامتان. يعني ايه زاويتين متتامتين؟ ها؟ يعني ايه يا شباب زاويتين متتامتين يا بلد؟ يعني ايه زاويتين متتامتين؟ ليه يا مي عندي صوتك؟ مجموع قياسهما 90 درجة. انا عايز على طول رد كده معايا، مسكني اللي بتعملوه تركزوا معايا. اتفقنا؟ يعني ايه زاويتين متتامتين؟ يعني زاويتين مجموعهم 90 درجة. ركز كده معايا عشان تعرف تحل. يعني ايه زاويتين متتامتان؟ يعني زاويتان مجموعهما 90 درجة. يعني انا لو وقفت اثنين دلوقتي كده، تمام؟ وقف كده يا ياسين، تعالى يا مهند. الزاويتين دول لو قلت لك ان هما زاويتين متتامتين، يعني زاويتين مجموعهم كام درجة؟ 90 درجة. لو مهند معاه 60 هنعتبرها بالجنيه، 90 جنيه، ماشي؟ لو مهند معاه 60 جنيه يبقى ياسين المفروض يكون معاه كام؟ 30 جنيه عشان يكونوا متتامتين. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يبقى زاويتين متتامتين يعني مجموعهم كام درجة؟ 90 درجة. اتفقنا؟ يلا. يبقى يعني ايه زاويتين متتامتان يا جنى؟ ثانية ولا مش فاضي؟ أنا مستنية خلاص لما نخلص. طب خلاص لما نخلص الحصة. يلا يلا يا جنى. يعني ايه زاويتين متتامتان؟ يعني زاويتان مجموعهم 90 ايه؟ درجة. صحيح. يعني انا لو جيت قلت لك في مسألة إذا كان زاوية ألف وزاوية ب متتامتان. يعني ايه متتامتان قلت لي؟ يعني مجموعهم كام درجة؟ 90 درجة. وكان قياس زاوية الألف بتساوي 70 درجة. فإن قياس زاوية الب بتساوي كام يا شباب؟ 20 درجة. طب أنت جبت ال 20 دي إزاي؟ يا مستر هما مجموعهم 90 فأنا هطرح من 90. يبقى أنت أول ما تلمح كلمة متتامتين تقوم قايل له إيه؟ 90 ناقص الزاوية اللي هتكون موجودة. أول ما تلمح كلمة متتامتين أو كلمة تتمم يبقى تقول له إيه؟ 90 ناقص. اتفقنا ولا اتفقناش؟ اتفقنا. يبقى أنا هنا أقول له إيه يا مهند؟ 90 ناقص ال 70 اللي هو مديها لك يبقى ناتج كام؟ 20. يبقى 90 ناقص 70 بكام يا شباب؟ 20 درجة. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. طب يا مستر لو قال لي زاويتان متكاملتان يبقى كلمة متتامتان متتمم 90 ناقص. طب يعني ايه بقى الزاويتان المتكاملتان؟
ممتاز. الزاويتان المتكاملتان مجموع قياسهما 180 درجة. صح يا ياسين؟ مجموعهما كم درجة؟ 180 درجة. أول ما تلمح كلمة متكاملتان أو كلمة تكمل بنفس المعنى تقول له إيه على طول؟ 180 ناقص يساوي زاويتان. زي السؤال اللي هيجي لك ده بيقول لك مش عايز تعمل شباب على اسمه. إذا كانت زاوية أ وزاوية ب متكاملتان يعني مجموعهم كام؟ 180 صح ولا مش صح سعاد؟ وقام بيقول لي وكانت قياس زاوية الألف بتساوي 110 درجة فإن قياس زاوية الب بيساوي كام يا صغير؟ هطرح من كام؟ عشان كلمة متكاملتان يبقى 180 أشيل منها كام؟ 110 يبقى لي كام درجة؟ 70 درجة. يبقى كلمة متتامتان مجموعهم 90 متكاملتان مجموعهم كام؟ 180 لما اسمع كلمة متتامتان اطرح من 90 اسمع كلمة متكاملتان اطرح من 180 أول ما تسمع كلمة متتامتان أو تتمم يبقى 90 ناقص أول ما تسمع كلمة متكاملتان أو تكمل يبقى 180 ناقص. اتفقنا ولا ما اتفقناش يا مهند؟ اتفقنا. تعال نشوف بقى إيه المسائل وقبل ما ندخل على المسائل لو عندك زاويتين متجاورتين دول يعني جنب بعض زي ما اتفقنا الحصة اللي فاتت متتامتان هي متتامتان يعني مجموعهم كام؟ 90 فاكر ال 90 دي زاوية إيه أمين؟ زاوية إيه قائمة شكلها بيبقى عامل كده يبقى ده شكل الزاوية القائمة ده شكل الزاوية الإيه؟ بكام درجة دي؟ 90 درجة يبقى ده شكل الزاوية الإيه؟ بكام درجة؟ 90 درجة يعني انتوا جنب بعض ركزوا معايا وبس اتفقنا؟ ماشي يا ملك؟ عينيك معايا وبس الزاويتين المتتامتان مجموعهم 90 درجة وال90 دي زاوية إيه؟ قائمة شكلها عامل إزاي؟ شكلها أهو اتفقنا؟ يبقى أنا أول ما ألمح الشكل اللي قدامي ده وعليه علامة ال 90 كده المربع ده يعني 90 اتفقنا؟ يبقى ده الشكل بتاعك كام درجة؟ 90 درجة. طب الزاويتين المتكاملتان مجموعهم كام يا أمين؟ 180 دي زاوية إيه؟ مستقيمة 180 دي زاوية إيه؟ مستقيمة. طب الزاوية المستقيمة شكلها عامل إزاي؟ شكلها عامل كده مثلا زاويتين مالهم على استقامة واحدة معايا مصطفى؟ زاويتين مالهم على استقامة واحدة اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يبقى الزاويتين دول مالهم زاوية مستقيمة يعني على استقامة واحدة اللي هي 180 درجة. يبقى الشكل بتاعها عامل ازاي اهو؟ ده كله ب 180 اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يبقى انا اول ما المح يا محمد الشكل ده بتاعك كام؟ 90 واول ما المح الشكل ده بتاعك كام؟ يبقى انت مهمتك كلها مهند في المسألة تعرف لي 90 ولا 180 ماشي يا يوسف؟ طب قلنا ما تكتبش وركز معايا مش عايزك تكتب اي حاجة وتفهم عشان لما اسالك تعرف تجاوب معايا اتفقنا؟ اتفقنا. الرسمه دي بتاعت ال 90 ولا 180؟ دي بتاعت الايه؟ دي بتاعت الايه؟ ال 90 صح الكلام ولا مش صح؟ صح. طب يا مستر الرسمه دي بتاعت ايه؟ 180 يبقى انت مهمتك اول حاجه يا استاذ يوسف قبل ما تنام كده تعرف الشكل يا اما 90 يا اما دي يا مالك بتاعت الايه؟ 90 دي بتاعت الايه؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. مش عايز كلام وكله ركز معايا ماشي؟ نيجي على اول مساله قول يا جنى الشكل ده بتاع 90 ولا 180؟ 90 مقسوم على كام حته؟ حتتين زاويه اهي بص كده معايا زاويه اهي وزاويه اهي المفروض ان الاثنين دول يكون مجموعهم كام؟ 90 يعني انا هطرح من كام؟ من 90 يلا الحته اللي تحت ب 30 يبقى الحته اللي فوق بكام؟ ب 60 جبتها ازاي يا ابني ب 60؟ قلت له 90 ناقص 30 يبقى الناتج بكام؟ يبقى تاني يا مهند الشكل ده كله بتاع 90 ولا 180؟ ال 90 مقسوم على كام زاويه؟ زاويتين شلنا منهم كام؟ يبقى لك كام؟ يبقى الحته دي ب 60 ما تروحش تكتب هنا مكان النقط 60 على طول استنى اشوف هو طالب منك ايه؟ طالب مني زاويه والزاويه بتكون على شكل مقص صح ولا مش صح؟ روح شوف المقص هيقفل على كام وبعد كده نحل اتفقنا؟ تعال نروح نشوف المقص المقص قافل على ايه؟ قولي معايا يلا ج ب د
د. تعال نمشي كده باللون الازرق على ج ب د. بص كده معايا ادي ج ب د بكام درجة؟ 60 درجة. يبقى هنا 60 درجة. اتفقنا؟ شفت المقص ده قافل على كام؟ على 60. معانا ياسين. يلا مين عايز يحل معايا الرسمة التانية؟ قول يا يوسف. الشكل ده يا يوسف بتاع ايه؟ ال 90. المفروض مقسوم على كام حتة؟ 3 حتت اهو. زاوية 2 3. زاوية 2 3. حتة منهم بكام؟ حتة ب 30. يبقى الباقية بكام؟ هنطرح يا مستر من 90. يبقى 90 اشيل منها 20 واشيل منها كام؟ 30. الناتج طلع لك كام بالآلة الحاسبة؟ 40. يبقى دي يا مستر ب 40. ما اروحش اكتب النقط على 40. انا حليت على الرسم. لسه هشوف هو يا جنى طالب ايه؟ قولي يا جنى. طالب ايه هو هنا يا جنى؟ ده الب ايه صح؟ تعال نشوف المقص بتاع ده الب ايه. ده ب ايه. يبقى المقص ده قافل على كام؟ على 40 درجة. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ قول لها سؤال. ج ب ه. ج ب ايه؟ المقص ده قافل على كام يا صغير؟ ها؟ 30 بس؟ ايوه كده قافل على 30 و40. شايف المقص؟ اهو ج ب ه. المقص ده يا مهند. لو المقص ده قفل يا مهند هيقفل على كام؟ اللي هما كام وكام؟ يبقى ممتاز. 30 زائد 40 يبقى الناتج كام؟ 70 درجة. فاهم مشكلة في الكلام ده؟ مين عايز يرمي البنات هنا؟ ها؟ يلا قولي يا آلاء. اقف يا آلاء كده عشان تشوفي الشكل ده بتاع ال 90 ولا بتاع ال 180 يا آلاء؟ بتاع ال 90. جيت ابص لقيته مش مديني ولا واحدة، بس هو قسمهم على كام زاوية؟ 3 والثلاثة قد. مين قال لك ان الثلاثة قد بعض؟ عشان في نجمة ونجمة ونجمة او اكس واكس واكس او دايرة ودايرة ودايرة. معنى كده ان الثلاثة قد ايه؟ قد بعض. ماشي يا زينب؟ معانا ولا نايمة؟ يلا يا آلاء كملي. الثلاثة قد بعض يبقى كل واحدة فيهم بكام يا آلاء؟ مش هي كلها بكام؟ 90. 90 هقسمها على الثلاث زوايا اللي هم قد بعض يبقى كل واحدة فيهم بكام؟ يبقى دي ب 30 ودي ب 30 ودي ب 30. ما اروحش اكتب 30. هنا هنشوف لسه المقص. تعالى نمشي المقص يلا يا آلاء مع بعض. أ ب ج. ادي أ ب ج. المقص ده هيقفل على كام؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا؟ ماشي قولي يا هاني. أ ب د. امشي كده معايا المقص. ادي أ ب د. شايفه المقص ده لو قفل يقفل على كام يا هاني؟ 60 اللي هو عباره عن 30 زائد 30 يبقى كام درجه؟ 60 درجه. في مشكله في الكلام ده؟ معانا يا ياسين؟ فاهم الكلام ده؟ حل معايا يا ياسين يلا. الشكل ده يا ياسين 90 ولا 180؟ 180 ممتاز. مقسوم على كام حته؟ حتتين. ادي حته اهي وادي حته اهي. تمام؟ الحته دي ب 60 يا ياسين. يبقى الحته الثانيه بكام؟ اطرح من كام يا ياسين؟ من 180 على ناقص 60. 180 ناقص 60 يديني كام يا شباب؟ 120. 120. ما اروحش اكتب مكان النقط 120. افرض هو طالب حاجه ثانيه. ماشي؟ معانا يا مالك؟ هو عايز ايه يا مالك؟ ج ب د. امشي كده معايا يا مالك. ج ب د. ج ب د. المقص ده يا مالك لو قفل يقفل على كام؟ 120 درجه. يبقى 120 درجه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يلا معايا. ها مين عايز يحل بالولاد؟ ولاد ده عبده. ها الشكل ده بتاع 90 ولا 180؟ ممتاز. مقسوم على كام حته؟ 3 حتت. حته بكام؟ وحته بكام؟ ادي كده 100. يبقى بقى لك كام على 180؟ كام؟ 80 صح؟ يبقى انا لما اشوفها اطرح من 180. 180 ناقص 40 ناقص 60 يديني كام بالآلة الحاسبة؟ 80. هنكتب مكان النقطة 80 على طول؟ لا استنى امشي المقص. امشي معايا يلا المقص. هو عايز ايه ب ج. ايه ب ج. المقص ده قافل على كام؟ 80. يلا يا محمد جاوب معايا. الشكل ده بتاع ال 90 ولا بتاع ال 180؟ 180 مقسوم على كام زاوية؟ 3.
والتلاتة قد ايه؟ بعض. يبقى انا هقول له ايه؟ 180 على، يبقى كل حته فيهم بكام؟ ب 60. كل حته فيهم بكام؟ يبقى ده مستر ب 60 ودي ب 60 ودي ب 60. تعال نشوف بقى اللي هو عايزه. امشي معايا يا محمد المقص اللي هو عايزه. قول لي كده المقص الاولاني اسمه ايه؟ أ ب د. ادي أ ب د. قفل على كام؟ 60. قول اللي بعدها برضه. أ ب ه. أ ب ه. مصر قفل يقفل على كام؟ 120. 60 زائد 60 يبقى كام؟ 120 درجة. اتفقنا؟ فاهم مشكلة في الكلام ده؟ طب يلا الرسمة اللي بعدها. مين عايز يحل من البنات؟ يلا يا ملك. خليك اللي بعدها، قولها لي تاني. يلا. عايز قياس زاوية ايه؟ ه ب ج. تعال نشوف الكلام ده. الشكل ده بتاع 90 ولا 180؟ 180. واخد كام حتة؟ 3 زوايا، حتة منهم بكام؟ والتانية يا بتاش بكام؟ يبقى التالتة الاقيه بكام؟ هقول له 180. قلت بكام؟ ب 60. ممتاز. 180 اشيل منها 30 واشيل منها 90 بالقلم حاسبة، طلعت لي بكام؟ ب 60. حتى لو عملتها بدماغك اتأكد بالقلم حاسبة عشان ما تعملش حاجة غلط. فاكرة ولا مش فاكرة يا ملك؟ تمام؟ يبقى بعد ما بعمل بدماغي بتأكد بالآلة الحاسبة. طلع بكام؟ ب 60. تعال نشوف يلا المقص. قول يا إنتاج يلا المقص. المقص إيه؟ A ب ج. أدي A ب ج بكام درجة؟ ب 60. طب افرض أنا هزود لك حاجة، عايز قياس زاوية د ب ج. تعال نشوف المقص. قول يا ملك. د ب ج بكام؟ د ب ج 90 زائد 60 يبقى كام؟ 150. 90 زائد 60 يبقى كام يا شباب؟ اتفقنا؟ فيها مشكلة؟ طب مين هيحل دي؟ يلا يا سعاد، قول يا سعاد. الشكل مريم ركزي معايا، ركزي انتوا مني. اتفقنا؟ يلا يلا يا سعاد. الشكل ده بتاع 90 ولا 180؟ 180. كله يركز معايا يا يوسف. بتاع الايه؟ ال 180 مقسوم على كام حته؟ 1 2 3. صح الكلام؟ اخدنا من ال 180 كام؟ 70. بصوا كده 180 شلت منها 70 يبقى الحته اللي باقيه بكام؟ المفروض دول كده ب 110. بس هم مقسومين على حتتين قد بعض يبقى كل حته فيهم بكام؟ 55. يبقى ال 110 اللي طلعت قسمتها على كام؟ يبقى كل واحده فيهم بكام؟ 55 و55. في أي مشكلة في الكلام ده؟ سهل الكلام يا مريم؟ تمام؟ تعال نشوف. يلا يا سعاد كملي. زاوية أ ب د اللي هو عايزها، فين الأ ب د؟ أ ب د المقص ده يقفل على كام؟ على 55. قول يا بريان. عايز زاوية د ب ج. د ممتازة. 55 زائد 70 يبقى كام؟ 125 درجة. في أي مشكلة في الكلام ده؟ يلا يا رويدا. بيقول لي هل أ وب وج على استقامة واحدة؟ هي على استقامة واحدة دي مش يعني زاوية مستقيمة؟ والزاوية المستقيمة كام درجة؟ 180 درجة. لو هم مجموعهم 180 يبقى هم على استقامة. طب لو مجموعهم مش 180 يبقى مش على استقامة واحد. تعال اجمع. اجمعي لي بالآلة الحاسبة 60 و120. 60 زائد 100 زائد 20 مجموعهم كام؟ يبقى مالهم؟ على استقامة واحدة لأن مجموعهم 180 درجة فتبقى زاوية مستقيمة يبقى هم على استقامة واحد. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يبقى الثلاث نقط أ وب وج على استقامة واحد. طب اللي جنبها تمام كده؟ يلا قول يا مهند. تعال نجمعهم 40 زائد 100 زائد 30 170. هل دول على استقامة واحدة؟ يبقى ليس على استقامة واحدة لأن مجموعهم لا يساوي 180 درجة. هل في مشكلة في الكلام ده؟ هل في مشكلة فيه؟ سهل الكلام يا زينب؟ بتنامي يا زينب ولا بتقولي إيه؟